المنتخب الوطني المغربي، المنتخب الوطني المغربي أسود القاعة هذه المرة يستقبلون أفغانستان، وذلك برسم الجولة الثالثة من ألعاب التضامن الإسلامي التي تقام حاليا بالرياض لكرة القدم داخل القاعة. يا إخواني الكرام، أخواتي الكريمات، أهلا وسهلا ومرحبا بكم معنا من جديد في حصة موجز أخبار الكرة الوطنية والإفريقية من كرة القدم داخل القاعة رجال. المنتخب الوطني المغربي الذي يشارك في ألعاب التضامن الإسلامي للفوتسات التي تقام حاليا بالرياض، التي بدأت من الثالث من هذا الشهر وستنتهي إلى غاية 11 منه بمشاركة 8 منتخبات. المنتخب الوطني المغربي جاء بالمجموعة الثانية إلى جانب كل من أفغانستان، إيران، طاجكستان. قبل ذلك أخوتي أخواتاتي كنتي جديد معنا في القناة، ما تبخلش لنا بالضغط على زر الاشتراك وخليوا لنا لايكاتكم وكذلك تفاعلكم مع هذه القناة المتواضعة، وخليوا لنا تعليقاتكم المحفزة. وبسرعة نعود للموضوع. إذا الجولة الثالثة سيواجه فيها المنتخب الوطني المغربي منتخب أفغانستان لكرة القدم داخل القاعة. كل هذا سنعينه في أمسية يوم السبت 8 من هذا الشهر ابتداء من الساعة 1:30 بتوقيت المملكة المغربية الشريفة، وتنقل المقابلة على قنوات الرياضية MP3 وكذلك على قناة الفيفا على اليوتيوب. لم يبقى لي إلا أن أشكركم على وفائكم. دمتم في رعاية الله وحفظه. إلى اللقاء.